بسم الله على بركة الله. كي دايرين خوتي خواتاتي؟ كنسلم عليكم من هذا الفيديو، وكنسلم على الاخوان داخل المغرب وخارج المغرب، وشكرا للمتتبعين الجداد الاوفياء. الله يسهل عليكم. اليوم جبت لكم فيديو بالراندا، بالغورميط، في الكوزه، في الهبيطه، في السبوله، اشكال وانواع الموديلات في هذا الفيديو، اشكال ديال الدرس. هاد التيركواز في هاد اللون باللون الترابي، وهاد اللوين حتى هو فيه الغورميط ونص توق. واللي بغى الهبطه كيديرها، اللي بغى نص توق راه كيجيو جليلبات خفاف لفصل الصيف. المهم كاع الموديلات فيهم الغورميط والطرز الرباطي باللوين، بالباج، بالفاتح، باي لون، والدرس ديال جوج. سميتو المغلف، والملاقيه في الجناب. جليلبات خفاف الفصل الصيف وموديلات مختلفين، وكنتمنى تبارطاجيوها مع بعضياتكم. وهذا الموديل الكريب صقلي حتى هو فيه الغورميط في الجناب، وفيه الكوزه، فيه العقيق في شكل مقص في الكوزه، ودائما الدرس المغلف في الكميمات او في القب، والملاقيه في الجناب، والهبطه بالملاقيه كيف كتشوفوا معايا. جليلي برا خفيفه وكتجي هماويه وزوينه في اللبسه للحضور والمناسبات. وهذا الموديل حصيره بالطرز الرباطي على شكل هرم من الجناب ومن القدام، والملاقيه ديال واحد. دائما كيكون الكريب روزا، ولا الكريب الاخر ثقيل كوريا. والمغلف الدرس على جوج هو اللي دارج دابا، وعليه اقبال. كتجي الخدمه فيه زوينه، والدرس وكتجي جلابه متقونه ما شاء الله. التوب ديال الكريب، ولا التوب عفوا كريب روزا، كتجي فيه الخدمه زوينه، لا في الطرز الرباطي ولا باليد ولا بالراندا. وهذا الموديل حصري دائما، وراه سبق ليا دائما كنديرو في القناه ديالي وكيعليه اقبال. كيكون الموديل على شكل سبوله كما دائما كنشرح لكم، 10 سنتيم ديال الحصيره و10 ديال الغورميط والهبطه. وكيكون هاد السبوله راه شرحت لكم، كنبداو من عوينه، جوج عوينات، ثلاثه، حتى كتكبر ونقلبو نعاودو الزواقه من جديد، كتجي على شكل سبوله. والدرس المغلف في القب والكميمات، والملاقيه في الجناب. هذا الموديل راه كيجي في اشكال وانواع في اللبسه، كيجي زوين على شكل برشمان، كتجي اللبسه ديالو زوينه. وكيف شفتوا معايا فكيجيو حتى في الجلال الشتويين. هذه الفصل الشتاء، وقت البرد، كما شفتوا معايا حتى هو كيكون مخدوم بالراندا، بالسبوله، باللوينات، وكتجي الخدمه على شكل برشمان، كيجي مختلف، والزواقه كتعطيها ديكور زوين. والدرس رقيق في الكميمات وفي القب، والملاقيه في الجناب. هذا الموديل كيتخدم حتى في الجلالب ديال البرد، كيكون عليهم اقبال. وهاد الزواقه ما كتموتش، كتبقى دائما ودائما عليها الطلب. وهذا الموديل كيجي حتى بستة العوينات، باش كتبان كتبغي الزواقه تكون في الديكرادي في اللون. كتخدم دائما حسبوا 10 سنتيم حتى 12 سنتيم ديال الحصيره ما بين الغورميط والراندا، وراه كتجي هاد السبوله زوينه. وكنقصوا دائما عوينه، وكنبقاو نزيدوا من هنا ومن هنا حتى كتكبر السبوله، ونقلبوها عاود في الخدمه بالطرز ديال المرمى بالرباطي، كتجي الخدمه ديالها ممتازه. ودائما الدرس المغلف والملاقيه ديال واحد. الخدمه راه كتجي زوينه ديال هاد السبوله ودارجه، ودائما كيكون عليها الطلب بزاف. هذا الموديل كيف شفتوا معايا هي هابطه كلها حصيره ومخدومه بالسبوله، والدرس فيه جوج لوينات ايد البراد. كتا كيتخدم هاد الدرس عاد كنديروا عليه سنينات، وكيجي الديكور ديالو مختلف، الكرونه والزواق بالبلون كاسي.
الرنده حصيره هابطه حتى لتحت. كاين اللي كيبغي رنده حصيره هابطه والزواق، وكاين اللي كيبغيها بالكورميط. كيف هاد الجلابه الشتويه هي كتكون بالكورميط دائما كيكونوا 6 العوينات، وكيفاش كتجي الزواقه كتعطينا على هاد الشكل، والضرس المغلف في الكميمات وفي القب. ودائما حسبوا 10 سنتيم بالحصيره و10 بالكورميط، كيكون بالحساب باش كتعطيكم هاد الرشمه تتبقى غاديه متقاده حتى الهبطه. والملاقيه ديال واحد. خلاص فت الخدمه ديال الجلالب ديال البرد راه كتجي متقونه وزوينه. وهاد الثوب كاشير الخدمه نص توق. الكوزه كتكون ما بين على شكل مقص، وملي كتسالى كتخدم بالطرز الرباطي كتجي على هاد الديكور. والضرس ديال الرانده على شكل هرم، وكيكون الحبيك في الجناب، اللون في اللون والزواق في الديكرادي. دائما كتكون الملاقيه في الجناب. كتجي الخدمه ديالها ممتازه وزوينه في اللبسه. وكنتمنى تبارطاجيو هاد الموديلات مع بعضياتكم، وشكرا للمشاركين الجداد ومرحبا بالجميع. هاد الموديل كاشير والزباق بالموف. هي كوزه وكتخدم على شكل سبوله، كتجي الخدمه ديالها زوينه ومختلفه. والرانده كيكون الضرس على شكل رانده، وكيكون السنينات من الفوق يعطيو هاد الديكور. ودائما الملاقيه في الجناب. دائما كيكون التغيير في الزواق في الطرز الرباطي، كتختلف الكوزه. هاد الكوزه بالكري فاتح والزواق بالمارو. كيف شفتوا معايا الزواق كيف داير، كيجي ممتاز هماوي. والضرس هرم ديال الرانده، كيتخدم رانده وعاد كيدوز موراه السنينات، والحبيكه كتجي على شكل ايد البراد. والملاقيه في الجناب كتجي الخدمه ممتازه. دائما الكوزه ولكن الطرز الرباطي كيف ما غيرتي كيبان الشكل ديال الخدمه متغير على الموديل الاخر. هاد الكوزه في قلب جوج كوزات صغيورين، والدويدات في الجناب والطرز الرباطي بالقرونه والقري فاتح. كيجي الموديل ديالو زوين، والحبيك من الجناب والضرس بجوج لوينات. كيجي الموديل زوين وهماوي. اشكال وانواع الموديلات. ديال راندا ولا الضرس ولا الهبطه ولا الحبيك. شرح مبسط للمبتدئين والمبتدئات حتى الكليان، علاش لا. كنتمنى تبارطاجيوها مع بعضياتكم لتعم الفائده. وبكم راه القناه كتزدهر، وكنتمنى لكم التوفيق اخواني اخواتي، والله يسهل عليكم. وكنقول لكم بسلام عليكم.